انتهت المباراة الأولى في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا. أهلا وسهلا بيكم أحبابي وأصدقائي. لو انت لسه جديد في القناة ما تنساش تشترك وكمان أيضا تفعل زر الجرس. زي ما قلنا لكم وزي ما توقعنا انها هتكون مباراة كبيرة جدا، وهو ده اللي حصل بالفعل. مباراة أوروبية، ولكن كانت في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا ما بين النادي الأهلي ونادي الوداد الرياضي البيضاوي المغربي. انتهت منذ قليل بفوز النادي الأهلي على الوداد البيضاوي المغربي على استاد القاهرة وبحضور 50,000 متفرج. انتهت بفوز النادي الأهلي بهدفين مقابل هدف. كان مباراة ممتعة بكل تأكيد. انتهى الشوط الأول بتقدم النادي الأهلي بهدف عالمي لبيرسي تاو، ولكن بأسيست أيضا خرافي لحسين الشحات نجم المباراة بلا منازع. ولكن طبعا ما ننساش التصدي الكبير لمصطفى شوبير في الشوط الأول، فلولاه كانت النتيجة ستصبح هدف لهدف. الشوط الثاني أيضا كان شوط كبير جدا. ضغط نادي الوداد منذ البداية، ولكن أحرز النادي الأهلي هدف أيضا عالمي عن طريق محمود عبد المنعم كهربا بعد تمريرة من حسين الشحات، لتصبح النتيجة 2 لا شيء. ثم في اللحظات الأخيرة أحرز نادي الوداد البيضاوي المغربي هدف تقليص الفارق لتنتهي المباراة بهدفين مقابل هدف لصالح النادي الأهلي. ولكن قدم مصطفى شوبير أداء عالي جدا خلال المباراة، وكمان ما ننساش علي معلول ومحمد هاني ومروان عطية. بكل تأكيد الأهلي النهاردة كان أداء عالمي، ولكن الهدف الوداد صعب الأمور في المباراة اللي جاية مباراة العودة. ولكن الأهلي كبير وسيصبح كبير وسيظل كبير بكل تأكيد. برأيك لو أنت تابعت المباراة، مين هو نجم المباراة النهاردة في مباراة الأهلي والوداد البيضاوي المغربي؟ اكتب لنا في كومنت مين هو رجل المباراة من خلال فرجك للماتش. تابعونا علشان تعرفوا كل جديد بكل تأكيد.